لقد أجمع العلماء على أن مشاركة الكفار أو مشاركة الطرف الآخر، يعني كلمة الطرف الآخر واضحة عندكم، الطرف الآخر، لا أريد أن أقول يعني عبارات تخدش أحد، الطرف الآخر. أجمع العلماء على أن مشاركة الطرف الآخر في أعيادهم هي مشاركة لهم في شعيرة من شعائرهم، وهو إقرار عليها، وهذا قد يؤدي إلى ميل القلب إليهم، إلى موالاتهم، إلى أن تهواهم، فمن هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا. والآية الدقيقة الواضحة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم. ذلك أن عيد الأمة من أخص خصوصياتها، يدخل في صميم معتقداتها وفي صميم ثقافتها وفي صميم أنماط حياتها. فإذا شاركت أمة ليست مسلمة في أعيادها وفي أفراحها وفي أتراحها وفي عاداتها وفي تقاليدها وفي أنماط سلوكها، أنت اتجهت إليها وواليتها وأحببتها وأنت لا تشعر. وكما قلت قبل قليل، الأعياد من أخص خصائص الأمة ومن أخص ما تتميز به، ومن أظهر ما لها من شعائر هو في أعيادها. ومعلوم عندكم جميعا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما من شيء يقربنا من الله إلا أمرنا به، وما من شيء يبعدنا عن الله إلا نهانا عنه. هذه مهمته الأولى. هناك أشياء لا تقرب ولا تبعد، حيادية، النبي ما تطرق لها، قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. لو أنك ارتديت ثوبا ذا لون داكن أو ثوبا ذا لون فاقع، أنتم أعلم بأذواقكم. في بلاد حارة اللون الفاقع يعكس أشعة الشمس، وفي البلاد الباردة اللون الداكن يمتص حرارة الشمس. والناس مختلفون في أذواقهم وفي طعومهم وفي أنماط بيوتهم وفي أنواع أثاثهم. هذه كلها حيادية لا تقدم ولا تؤخر. فكل شيء سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام حيادي ليس له أثر إيجابي ولا سلبي. سكت عن هذه الأشياء رحمة بنا. بتجلس على الأرض أثناء الطعام على طاولة مرتفعة قليلا، على طاولة عالية، أنت حر. هذا تابع للعادات والتقاليد ولأنماط السلوك ولمستوى الدخل وإلى ما هنالك. لكن ما من شيء يقربنا من الله إلا أمرنا به، وما من شيء يبعدنا عنه إلا نهانا النبي عنه. فإذا كان هناك حكمة بالغة من الذي أمرنا به، وإذا كان هناك حكمة بالغة من الذي نهينا عنه، فإن هناك حكمة بالغة من الذي سكت عنه النبي. أمرنا بأشياء ونهانا عن أشياء. الذي أمرنا به يقربنا وينجينا ويسعدنا، والذي نهانا عنه يبعدنا ويشقينا ويهلكنا. والذي سكت عنه حيادي لا علاقة له لا بتقريبنا ولا بإبعادنا. فكل شيء خطر في بالك أن النبي ما تكلم به، لم يحجم عن التكلم به نسيانا، معاذ الله، إنه لا ينطق عن الهوى
ولا يؤخر البيان عن وقته، إن الوحي يسدده. لذلك الأعياد التي يحتفل بها الطرف الآخر ليس مسموحا لنا أن نشارك فيها، وقد يبدو الأمر بسيطا، لكنك إذا شاركت فيها انتميت إليهم وواليتهم، وقد تعجب بهم، وقد ينتهي بك الأمر إلى أن تكون على عقيدتهم وعلى توجههم. أيها الإخوة، لو دخلنا في الأدلة حول هذا الحكم الشرعي لوجدنا الشيء الكثير. لكن بالمناسبة وإنصافاً للحقيقة أتلو عليكم الآيات المتعلقة بعلاقتك مع الطرف الآخر. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. آية ثانية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم. آية ثالثة: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. من هم القوم الذين تبغضونهم حكما؟ الطرف الآخر. لا تحملنكم كراهيتهم على ألا تعدلوا معهم. الأمر الإلهي اعدلوا هو أقرب للتقوى. بل إن المظلوم تستجاب دعوته ولو لم يكن أهلا لهذه الاستجابة، تستجاب دعوته ولو لم يكن مطبقا لشروط الإجابة، تستجاب دعوته لا لأهليته ولكن لعدل الله. اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الشيء الآخر: تستجاب دعوة المضطر ولو لم يكن مؤهلا للإجابة لا بحكم أهليته ولكن برحمة الله. تستجاب دعوة المظلوم بعدل الله ولو كان كافرا، وتستجاب دعوة المضطر برحمة الله ولو لم يكن مؤهلا لهذه الإجابة. إذن يمكن أن تسلم عليهم، ويمكن أن تزورهم في بيوتهم، ويمكن أن تهنئهم بمولود لهم، كلامي دقيق، ويمكن أن تقدم لهم الهدايا، ويمكن أن تنصح لهم إذا عاملتهم. هذا كله من واجب المسلمين، لكن ليس لك أن تقرهم على عقيدة يعتقدونها تخالف كتابنا وسنة نبينا، وليس لك أن تقرهم على احتفال يكرس عقيدة لا توافق كتابنا ولا سنة نبينا. يعني الموقف المتعنت المتشنج الضيق المتعصب هذا مرفوض في الإسلام. النبي وقف لجنازة صاحبها من أهل الكتاب، وقف لها، فقالوا: أتقف لها؟ قال: أليس إنسانا؟ بلا تشنج وبلا تعصب وبلا ضيق أفق، لك أن تهنئه بمولود، لك أن تزوره، لك أن تقدم له هدية، لك أن تعاونه، لك أن تنصحه إذا بعته أو اشتريت منه، لك أن تدخل إلى بيته، ويمكن أن تدخل إلى معبده. هذا مسموح لك، بل واجب عليك
بل مأمور به، لكن ليس لك أن تتمثل أنماط حياته.